فوائد المانجو من الدراسات الطبية. إن تناول هذه الفاكهة يحسن الحالة المزاجية، فيقلل من الشعور بالقلق والتوتر. تحتوي المانجو على حمض الفوليك، لذلك تساهم في مكافحة العقم لدى الرجال. تحتوي المانجو على البوتاسيوم والمغنيسيوم، اللذان يساهمان في خفض ضغط الدم. تعد المانجو مصدرا غنيا بفيتامين سي وفيتامين ألف والحديد والزنك والبوتاسيوم، كما تمد الجسم بالطاقة والسكر، ما يجعله نشطا طوال اليوم. لكن الإفراط في تناولها يسبب زيادة الوزن. المانجو تساعد في العناية بالعين، فتتمتع ببصر جيد، ويساعد في حالات الإصابة بالأنيميا فقر الدم، لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد. تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف، فإن المانجو تقلل من خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية، والحفاظ عليه من الجلطات. فوائد عصير الكيوي. يساعد شرب عصير الكيوي في التخلص من التوتر. عصير الكيوي يزيد مستويات هرمون السيروتونين، والذي يعمل على تحسين المزاج. إن عصير الكيوي يساهم في علاج مشاكل الجهاز التنفسي المختلفة. عصير الكيوي يساعد في منع حدوث تجلطات دموية في الجسم. يعمل عصير الكيوي على تنظيف الجسم من السموم. يعد الكيوي الفاكهة الأكثر احتواء على البوتاسيوم بعد الموز. ومن المعروف أن البوتاسيوم هو أحد أهم المعادن التي تعمل على السيطرة على ضغط الدم المرتفع. إن تناول 3 حبات من الكيوي يوميا مدة 3 أسابيع أدى إلى انخفاض كبير في ضغط الدم. يعتبر الأطباء الكيوي مقوي طبيعي لعضلة القلب. يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم. يساعد على خفض معدل الكوليسترول الضار في الدم. فوائد عصير الطماط من الدراسات الطبية. عصير الطماط يخفف من الإجهاد والتوتر العصبي، ويحسن المزاج. إن الذين يستنشقون هواء ملوثا بصورة دائمة عليهم تناول عصير الطماط بانتظام، لأنه يساعد على تنظيف الرئتين. يساهم في السيطرة على ضغط الدم. يعزز جهاز المناعة لاحتوائه على فيتامين ج. يقلل من الإصابة بإعتام عدسة العين والتنكس البقعي. يعزز نشاط البكتيريا النافعة في الأمعاء. يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، ويقلل من تخثر الدم. يقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة والبروستات والبنكرياس. يعتبر عصير الطماط من أفضل أنواع الأغذية التي تساعد على التقليل من نسبة الكوليسترول الضار. الطماط غني بالبوتاسيوم. إن تناول البوتاسيوم يخفض بشكل كبير من ضغط الدم. فوائد عصير التفاح.
يحتوي التفاح على مجموعة فيتامين بي، فإنه يحسن المزاج. تبين أن التفاح يلعب دورا في خفض الضغط والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والشرايين. يتميز عصير التفاح باحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي وفيتامين د، اللذين يساعدان على تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات والبكتيريا والفطريات. يساعد عصير التفاح على تعزيز صحة الكلى والكبد، يسهل من عملية الهضم، وينشط ويحافظ على الجهاز الهضمي. يقلل التفاح من معدلات الكوليسترول في جسم الإنسان. تشير بعض الدراسات إلى دور المواد الغذائية الموجودة في التفاح في خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. إن الأشخاص الذين يتناولون التفاح تقل لديهم احتمالية الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 25%. فوائد العنب من الدراسات الطبية: العنب يعمل على تحسين المزاج ويقضي على التوتر والقلق. يحتوي عصير العنب على مستويات عالية من البوتاسيوم والألياف التي تساعد مجتمعة على تحسين صحة القلب وخفض مستويات ضغط الدم والتقليل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين. عصير العنب مشروب جيد جدا لمقاومة الجلطات والأزمات القلبية وأمراض القلب والشرايين المختلفة. العنب مليء بمضادات الأكسدة التي تلعب دورا مهما في حماية الخلايا وتقوية مناعة الجسم. العنب يساعد على فقدان الوزن. العنب يعمل على إنقاص مستوى الكوليسترول في الدم وفي تنظيم مستوى السكر في الدم. العنب يساعد في الوقاية من السرطان، كما ثبت أنه يساعد في الحماية من أمراض القلب. عصير العنب يساعد على الحفاظ على النشاط. فوائد الليمون من الدراسات الطبية: عصير الليمون له تأثيرات في تحسين الحالة المزاجية ومستويات الطاقة وجهاز المناعة. شرب المياه مع الليمون سيساهم في نزول الوزن وحرق الدهون في الجسم. من فوائد الماء بالليمون أنه يقضي على حصى الكلى، يضبط نسبة السكر في الجسم، وبالتالي ينصح بشرب عصير الليمون لمرضى السكري. يعتبر الليمون من أفضل العلاجات الطبيعية التي تساعد في ضغط الدم المرتفع. أكثر من شرب الأعشاب والليمون والسوائل كل يوم، لأنها تجعل الوضع النفسي أفضل. أشياء تحسن الحالة النفسية، تحسن المزاج: شرب الماء كثيرا إذا شعرت بعدم الراحة النفسية، ممارسة الرياضة، التنفس بعمق، الضحك، النوم، الاستمتاع بالحياة، سماع الموسيقى الحماسية أو المفضلة لديك، شرب الشاي الأخضر، الزنجبيل، اللبن،
الحليب مع الشاي والعسل. عصير الليمون، إدخال السرور على الآخرين. لا تفكر سلبيا، أكثر من الاستغفار وذكر الله سبحانه. كن خيرا. شرب عشبة الميرمية، البابونج، الليمون الأسود المجفف، اللومي، البردقوش، القرفة، الكركديه، شراب الزعتر، ورق الزيتون، القرنفل، الشاي الأسود، النعناع، حبة البركة، الحلبة، الكمون، إكليل الجبل. المشروبات التي تحسن المزاج. هذا الكلام منقول من الدراسات الطبية. فوائد عصير البرتقال من الدراسات الطبية. عصير البرتقال يخفف التوتر والضغط النفسي. ينصح بتناول البرتقال للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، نظرا لتأثيرها الذي يؤدي إلى خفض ضغط الدم المرتفع. عصير البرتقال يحتوي على كمية هائلة من فيتامين ج، فهذا يعني أنه يساعد على تقوية عمل الجهاز المناعي. يقي تناول عصير البرتقال الطبيعي من الأمراض السرطانية المختلفة. يحتوي البرتقال على حمض الفوليك الذي يحمي الجنين من التعرض إلى العيوب الخلقية. البرتقال مفيد جدا في خفض مستوى الكوليسترول في الدم. يحتوي البرتقال على نسبة عالية من فيتامين أ، وهو أحد الفيتامينات الضرورية لصحة العين، إذ يساعد على تقوية النظر. تناول البرتقال فقط لمدة 3 أيام متتالية يساعد على سرعة خفض وزنك. فوائد البردقوش من الدراسات الطبية. يعمل على تعديل المزاج. يعالج الأرق والتعب. للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من تصلب الشرايين. يساعد في الحد من ارتفاع ضغط الدم لأنه غني بمواد مضادة للأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقلل من مستويات الكوليسترول في الجسم. يعمل على حرق الدهون. يساعد فيتامين A الموجود في البردقوش على تحسين صحة العين والبصر. فوائد الشاي الأخضر من الدراسات الطبية. الشاي الأخضر يخفض مستوى التوتر ويساعد على تحسين المزاج. يقلل الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية. تناول 4 أكواب من الشاي الأخضر يوميا يعمل على حرق الدهون. الشاي الأخضر يحتوي على أحماض أمينية تساعد على تعديل ضغط الدم في الجسم، كما تقلل من نسبة السكر في الدم. الورقة الخضراء السحرية تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي. فوائد الميرمية من الدراسات الطبية. تحسن المزاج حيث أنها تحارب الاكتئاب. تزيد معدلات الأيض مما يزيد نسبة حرق الدهون في الجسم. تسهل وتحسن عملية الهضم. الميرمية غنية بفيتامين A
ولذلك فإن تناولها يزيد من قوة الإبصار، تخفض مستوى السكر العالي في الدم، وتعطل عمل الخلايا السرطانية. أثبتت التجارب العلمية أن تناول الميرامية تخفض من نسبة الكوليسترول السيء في الدم، وبالتالي الحفاظ على الضغط. فوائد شرب الماء: يحسن المزاج ويعالج الصداع. يوصي الأطباء بشرب حوالي 3.7 لتر من الماء يوميا. دعوة للإكثار من شربه. يحسن الماء من عمل الجهاز الهضمي، ينظف الجسم من السموم. وجود كمية وافرة من الماء في الجسم يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم. لتخفيف الوزن يجب الإكثار من شرب الماء يوميا. يحسن وظائف الدماغ، بينما يرتبط نقص الماء بتأثيرات سلبية في المزاج. فوائد الدارسين: القرفة يعمل على التحسين من المزاج والقضاء على التوتر، الانزعاج النفسي. له تأثير قوي ضد مرض السكري. يمنع تراكم الدهنيات في جسم الإنسان على المدى البعيد. يقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين. القرفة تقوي من حاسة البصر. يعد الدارسين أو القرفة من بين أهم الطرق الطبيعية المتبعة من أجل علاج ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير. فوائد الزنجبيل من الدراسات الطبية: يساعد الزنجبيل على تخفيف الشعور بالتوتر ويحسن المزاج. الزنجبيل له دور فعال لمساعدة مرضى السمنة من التخلص من الوزن الزائد والدهون. في الصباح كوب الزنجبيل قادر على علاج أغلب مشاكل المعدة والجهاز الهضمي. يقوي جهاز المناعة، ويساعد الاستهلاك اليومي له على الوقاية من مخاطر الإصابة بالسكتات القلبية. ثبت علميا أن الزنجبيل يخفض الضغط نسبيا. فوائد اليانسون: يستخدم لعلاج القلق، وحتى في معالجة لحظات الاكتئاب وتهدئة الأعصاب. يلعب دورا أساسيا في التنحيف. يعمل على محاربة الكوليسترول السيء، ويساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والجلطة الدماغية. للقضاء على نوبات الأرق المزعجة. يساعد على ضبط ضغط الدم المرتفع، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من المعادن مثل المغنيسيوم الذي يساعد على تنظيم ضربات القلب. فوائد السبانخ من الدراسات الطبية: يقوي الرؤية، يحارب مشاكل وعيوب النظر، ويقلل من اضطرابات العين. ينظم مستوى السكر، ويخلص من السموم الموجودة في الجسم. يقلل من خطر تصلب الشرايين. يحمي من تشكل الخلايا السرطانية لاحتوائه على مادة الكلوروفيل. يزيد إدرار الحليب عند المرأة المرضعة. ثبت أن تناول حساء السبانخ يقلل من ارتفاع ضغط الدم.
يحتوي السبانخ على كميات كبيرة من الحديد الذي يساعد الدم في حمل الأكسجين إلى الخلايا، مما يقلل من خطر الإصابة بفقر الدم. تحتوي السبانخ على مضادات أكسدة تساعد على حرق الدهون. إن بعض العناصر الغذائية ومنها البيتا كاروتين الموجودة في السبانخ تقلل من خطر الإصابة بالربو. من فوائد السبانخ أنه يساعد على تقوية جهاز المناعة. فوائد الشعير: تناول الشعير بشكل يومي يساعد على تحسين الحالة المزاجية، الحفاظ على صحة الأمعاء، خسارة الوزن الزائد، الحماية من حصى المرارة، الحماية من هشاشة العظام، تقوية جهاز المناعة، تعزيز صحة القلب. يفيد الشعير بشكل كبير الذين يعانون من داء السكري، يساعد في خفض ضغط الدم، يزيل السموم من الجسم، ويدمر الخلايا السرطانية والجذور الحرة في الجسم. فوائد عشبة سانت جونز: تباع في بعض الصيدليات. كثير من المصابين بالاكتئاب الخفيف والمتوسط تحسنت حالهم وتلاشت لديهم أعراض الاكتئاب واضطراب النوم وآلام الرأس والتعب من خلال عشبة سانت جونز. هي من أكثر أنواع الأعشاب التي تستخدم لعلاج الوسواس القهري، لاحتوائها على مواد مضادة للاكتئاب، مقوية للكبد والمرارة. والزيت الأحمر المستخرج من أوراقها مطهر ممتاز، ويستخرج لعلاج الجروح والحروق. فوائد عشبة إكليل الجبل: تساعد على تحسين المزاج، ثبت دوره الكبير في مكافحة الشيخوخة والتجاعيد، يساعد على تقوية المناعة وتحسين الذاكرة والوقاية من السكتات الدماغية والحد من الإصابة بالسرطان، كما يساعد على حرق الدهون المتراكمة في الجسم، يساعد مرضى السكري في تعديل نسبة السكر في الدم، يحسن عملية الهضم، يخفض من الكوليسترول، مفيد لعلاج اضطراب القلب، مقاوم للسعال والربو. فوائد اللومي من الدراسات الطبية: يستعمل الليمون الأسود كمهدئ للأعصاب، ويساعد على التخلص من التوتر، الانزعاج النفسي. يعمل الليمون الأسود على ضبط ضغط الدم وزيادة نشاط الدورة الدموية في الجسم، كما يزيد أيضا من إفراز الأنسولين الهام للجسم الذي يضبط مستوى سكر الدم. يساعد اللومي في تخسيس الجسم وتخليصه من الدهون المتراكمة، خاصة على منطقة البطن. اللومي يخفض نسبة الكوليسترول. فوائد الكركديه: يشتهر الكركديه بقدراته على خفض ضغط الدم المرتفع، حيث أظهرت دراسات حديثة أنه يساهم بشكل كبير في خفض مستويات ضغط الدم والكوليسترول وعلاج أمراض القلب، كما ويساعد على خفض مستويات السكر في الدم والحفاظ على صحة الكبد
والمساعدة في علاج الاكتئاب وإدارة الوزن، كما أنه غني بفيتامين سي. فوائد الحلبة من الدراسات الطبية: تحسن المزاج وتقلل الشعور بالاضطرابات النفسية مثل التوتر والاكتئاب. تساعد في سرعة النوم، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من الأرق. يساعد شرب الحلبة يوميا على التخلص من مشاكل واضطرابات الهضم بشكل جيد. تحسن مستويات السكر في الدم وتساعد على خفض الكوليسترول. الحلبة غنية بالبوتاسيوم وقليلة الصوديوم، لذلك يمكن للبذور المطحونة إبقاء ضغط الدم تحت السيطرة، وتنظم معدل ضربات القلب. الحلبة غنية بالحديد. تعد الحلبة المطحونة علاجا جيدا لمرضى فقر الدم الأنيميا. الحلبة تمنح الجسم وقاية ضد أمراض السرطان المختلفة. الحلبة غنية بالكالسيوم الذي يعزز من صحة العظام. تستطيع بذور الحلبة أن تخفف آلام المفاصل بطريقة فعالة. فوائد البصل من الدراسات الطبية: يقي تناول البصل من خطر الإصابة بالسكتات القلبية والسكتات الدماغية. البصل من المواد الغنية بفيتامين سي الذي يعمل على تحسين المناعة. البصل يساعد على التقليل من نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة. يساعد البصل على تنظيم مستوى السكر بالدم. يساعد البصل في خفض ضغط الدم بشكل واسع. للبصل قدرة على خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم. فوائد البابونج من الدراسات الطبية: له تأثير قوي على النفسية والمزاج نظرا لقدرته المدهشة على تهدئة الأعصاب. يقوي جهاز المناعة في الجسم. يساعد على النوم. يعالج وجع الرأس والصداع النصفي. البابونج له قدرة هائلة على خفض ضغط الدم المرتفع. يساعد على تخليص الجسم من السموم ومن احتباس السوائل، كما أنه يساعد على خسارة الوزن. يقوم البابونج بتفتيت حصوات الكلى. فوائد ورق الزيتون: يعتبر من أفضل العلاجات المستخدمة لخفض مستوى السكر في الدم. إن ورق الزيتون يقلل من مستويات الكوليسترول السيء. يحتوي مستخلص ورق الزيتون على مضادات الأكسدة القوية التي تمنع تكون الجلطات والإصابة بتصلب الشرايين. يحتوي ورق الزيتون على حمض البانتوثنيك، والذي يعد من الأحماض الأساسية في تحسين المزاج. تساعد خلاصة ورق الزيتون على خفض ضغط الدم. فوائد الثوم من الدراسات الطبية: أوضحت الدراسات الحديثة أن تناول كبسولات الثوم ذات فائدة كبيرة في علاج ضغط الدم المرتفع، وقد حدد الأطباء الجرعة على أنها 4 كبسولات تتناول بشكل يومي. يستخدم الثوم
بشكل فعال في علاج تصلب الشرايين. يعمل الثوم على خفض نسبة السكر بالدم بشكل عام. تناول الثوم يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم. يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة وخصائص أخرى تقوي جهاز المناعة في الجسم، وتقلل من احتمال الإصابة بسرطان القولون وسرطان المعدة وسرطان البنكرياس. إن الثوم يساعد على تطهير الجهاز التنفسي. يحتوي الثوم على معادن وفيتامينات تلعب دورا كبيرا في تحسين صحة الكبد والمثانة والكلى. فوائد الفلفل الحار من الدراسات الطبية: إن مركب كابساسين الموجود في الفلفل الحراق يدفع الخلايا السرطانية في البروستات بأن تنتحر. مركب كابساسين من شأنه زيادة سرعة حرق الدهون. نظرا لاحتواء الفلفل الحار على النحاس والحديد وبعض المعادن الضرورية لصحة الجسم، فهو يعمل على علاج فقر الدم. إن الفلفل الأحمر يحتوي على مادة كيميائية طبيعية تؤدي إلى تخفيض ضغط الدم المرتفع. يحتوي الفلفل الحار على كمية كبيرة من فيتامين سي. فوائد زيت الزيتون: يساهم في التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم. يقلل من خطر الإصابة بالجلطات الدماغية. يقاوم مرض السرطان بأنواعه المختلفة. يعالج مشاكل الجهاز التنفسي. إن زيت الزيتون له دور كبير في تخفيض الكوليسترول. يساهم بصورة كبيرة في حماية القلب من التلف وتلوث الهواء. فضلا عن تخفيض ضغط الدم، يساهم زيت الزيتون على تخفيض نسبة السكر في الدم. فوائد اللبن من الدراسات الطبية: يساعد في تخفيف حدة الاكتئاب، وله فاعلية في تهدئة الأعصاب. إن استهلاك اللبن يساعد بشكل كبير على ضبط ضغط الدم. إن البوتاسيوم الموجود في لبن الزبادي الطبيعي يساهم بقوة في طرد الملح الزائد من الجسم، فالملح الزائد يحدث ارتفاعا ملحوظا في ضغط الدم. يعد اللبن مصدرا ممتازا للبروتينات التي تضمن بناء العضلات. من فوائد اللبن قدرته الملحوظة على تحسين الهضم. يساهم في تحسين صحة العظام والأسنان وتقويتها. يتميز اللبن بفاعلية كبيرة في تقوية الجهاز المناعي. اللبن يزيد من نشاط وقوة الجسم. اللبن يساهم في حرق الدهون. إن الأشخاص الذين يتناولون اللبن لديهم مستويات أقل من الكوليسترول الذي يمكن أن يسبب انسداد الشرايين، مما يؤدي للأزمات القلبية. فوائد الكمون: يساعد على تحسين المزاج. مفيد لمرضى السكري، لعلاج مشكلات المعدة، لتعزيز صحة الجهاز التنفسي، للتخلص من سموم الجسم، مضاد للالتهابات، يقلل من الكوليسترول، يحمي من السرطان،
يقوي الذاكرة، يساعد على خفض ضغط الدم. الكمون له دور كبير في تقوية الجهاز المناعي، يساهم بشكل كبير في علاج فقر الدم، يعمل على رفع قدرة الجسم على حرق الدهون. فوائد النعناع من الدراسات الطبية: يعتقد بأن النعناع المجفف يساعد في تخفيف الاكتئاب من خلال تحفيز إفراز مادة السيروتونين المضادة للاكتئاب. يعمل النعناع المجفف على تخفيف عسر الهضم. يساعد استخدام النعناع المجفف على تعزيز عمل جهاز المناعة، وذلك لما يحتويه من فيتامين سي. يساعد على تخفيف السعال وطرد البلغم. تحتوي أوراق النعناع على كمية جيدة من معدن البوتاسيوم، والذي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية والمحافظة على توازن السوائل في الجسم، وبالتالي خفض ضغط الدم وتنظيم معدل النبض. يساعد النعناع على حرق الدهون. يعمل على تنظيم نسبة السكر بالدم. يحتوي النعناع على نسبة عالية من فيتامين ألف. يعد النعناع علاجا مثاليا للذين يعانون من عسر الهضم وارتفاع الكوليسترول بالدم. فوائد التمر: يقلل التمر مستويات الكوليسترول في الدم. التمر يلعب دورا جيدا في علاج فقر الدم الأنيميا. يعد التمر مفيد جدا لصحة القلب. له دور في الوقاية من السكتات الدماغية والنوبات القلبية وتصلب الشرايين. يحتوي التمر على فيتامين A الذي يحسن من النظر. يعمل التمر على تنظيم دقات القلب. ثبت فاعلية التمر لعلاج ضغط الدم وللفشل الكلوي وأمراض المرارة والتهابها. يساعد في إنقاص الوزن. فوائد الكشمش: يحسن الهضم وصحة العظام. يزيد الطاقة. يضاف عادة إلى المقويات الصحية. يحتوي على كمية كبيرة من الحديد، والتي تساعد مباشرة في علاج فقر الدم الأنيميا. يساعد على تخفيف الألم المزمن، وخاصة ألم المفاصل. يحرق الكوليسترول، وكذلك يقلل من ضغط الدم، وبالتالي تعزيز صحة القلب. ثبت أن الزبيب يخفض الأنسولين، يقوي الجهاز المناعي، يحمي صحة الكبد، ويساعد على تنقية الدم. فوائد الشاي الأسود من الدراسات الطبية: إن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأسود يخف لديهم الإجهاد والتوتر النفسي. من فوائد الشاي الأسود أن له دور بارز في خفض ضغط الدم. اكتشف الباحثون أن الاستهلاك اليومي من 9 جرامات من الشاي الأسود أدى إلى انخفاض كبير من عوامل الخطر القلبية الوعائية. أجريت دراسة عام 2014 أن شرب 3 أكواب من الشاي الأسود يوميا تزيد خسارة الوزن. فوائد حبة البركة السوداء
من الدراسات الطبية. أثبتت دراسة أجريت على الذكور المراهقين في عام 2014 أن حبة البركة حسنت الإدراك والمزاج وقللت من مستويات القلق. أظهر باحثون أن حبة البركة تعمل على علاج مرض السكري من النوع الثاني. إن استخدام حبة البركة يساعد في تعزيز وتحفيز وتقوية الجهاز المناعي لدى الإنسان. الحبة السوداء هي واحدة من أكثر العلاجات الطبيعية فاعلية لارتفاع ضغط الدم. بيّنت دراسة أخرى بأن استخدام حبة البركة يوميا لمدة 12 أسبوع أثبتت فاعليتها في علاج الربو. إن للحبة السوداء دور كبير في الوقاية من العديد من المشاكل التي في الدورة الدموية وتعزيز صحة القلب والشرايين. الحبة السوداء تحتوي فوائد كبيرة لعلاج فقر الدم الأنيميا بسبب احتوائها على نسبة عالية من الحديد. فوائد القهوة: تحسن من المزاج. تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي تساعد على الحماية من الأمراض. الذين يشربون القهوة يوميا تنخفض فرص تطور أي مرض في الكبد لديهم بنسبة 80%. تحرق دهون البطن. تقلل مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية والقلب والسكتة الدماغية. تساعد في خفض ضغط الدم. التقليل من حدة الصداع النصفي. خفض فرص الإصابة بمرض السكري. فوائد الحليب: يعمل على تعديل الحالة النفسية. يحتوي على فيتامين د الذي يساعد في بناء العظام والأسنان. تناول الحليب قبل النوم يساعدك في الحصول على نوم هادئ. يحتوي الحليب على البوتاسيوم وهو عنصر جيد لتوسيع الأوعية الدموية مما يساعد على التقليل من نسبة ضغط الدم المرتفع. يقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية وأمراض الأوعية الدموية. يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقي من السرطانات. فوائد العسل من الدراسات الطبية: يعمل عسل النحل على تحسين الحالة النفسية. يقوم العسل بتقليل الدهون الثلاثية في الجسم مما يساعد على تحسين مستوى ضغط الدم. العسل يوسع شرايين القلب مما يحسن تدفق الدم إلى القلب مما يؤدي إلى منع تشكيل جلطات الدم في الشرايين التي يمكن أن تؤدي إلى النوبة القلبية والسكتات الدماغية. فوائد القرنفل: يتم المضمضة 2 يوميا بالقرنفل لتسكين ألم الأسنان. يمكن لتناول شاي القرنفل أن يعمل كمضاد للاكتئاب فهو يحسن المزاج. إن مشروب القرنفل يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع حيث يساعد على توسع الشرايين والأوعية الدموية وبالتالي خفض ضغط الدم.
إن للقرنفل خصائص فعالة في تنظيم الإنسولين وتخفيض نسبة السكر والكوليسترول الضار والدهون الثلاثية عند مرضى السكري. فوائد خل التفاح من الدراسات الطبية: تخفيف حدة التوتر والإرهاق لاحتوائه على إنزيمات ومواد فعالة في ذلك. لقد أثبتت العديد من الأبحاث دور خل التفاح في خفض الوزن والدهون. يعتقد أن خل التفاح يحسن عملية الهضم. يعتبر خل التفاح أحد الوسائل الفعالة التي تساعد على تنظيم السكر بالدم ويعمل على التقليل من مستوياته المرتفعة. خل التفاح يقلل من ضغط الدم المرتفع. فوائد شراب الزعتر من الدراسات الطبية: تحسين الحالة المزاجية، يعمل على علاج الإصابة بالسعال، تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، خفض ضغط الدم في الجسم، يستعمل في علاج مرضى السكري، يقي من الكثير من الأمراض، يساعد على تقوية الجهاز المناعي بشكل كبير، ويساعد على تخليص الجسم من السموم التي تصيب الدم، يساعد على التقليل من نسبة الكوليسترول بالدم، والحماية من الإصابة بالنوبات القلبية وكذلك السكتة الدماغية. فوائد الموز من الدراسات الطبية: الموز مادة فعالة لتحسين المزاج. يساعد أكل الموز على ضبط ضغط الدم لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم. يعزز صحة عضلة القلب، وقد وجدت دراسات أن أكل الموز يقلل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية. يساهم الموز في الوقاية من العديد من الأمراض وفي تقوية جهاز المناعة. يساهم تناول الموز في تحسين صحة الجهاز الهضمي. يعتبر الموز من المصادر الغنية جدا بفيتامين باء 6 المهم جدا لسلامة الأعصاب والوقاية من فقر الدم والمحافظة على صحة القلب والشرايين. يخفض الموز نسبة الكوليسترول في الدم. الموز يساعد على الحفاظ على المعدل الطبيعي لضربات القلب. يعد الموز ثاني أكثر فاكهة غنية بالحديد بعد التفاح، فينصح به الأطباء الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم الأنيميا. فوائد الجزر من الدراسات الطبية: يعتبر عصير الجزر من أهم العصائر الطبيعية المفيدة لصحة الإنسان. إنه مفيد لأمراض القلب ويكافح بعض أنواع السرطانات، كما يعتبر من المهدئات، يحسن المزاج. الجزر من أهم الأطعمة التي ينصح بتناولها لمرضى الضغط، حيث أنه يساهم في تنظيمه بشكل كبير. الجزر يقوي النظر كما يعرف عنه. عصيره يعالج انحباس الماء بالجسم، كما يعالج أمراض الكلى المزمنة ومشاكل المثانة، ويفتت الحصى. يعالج النقرس، يعالج البهاق، يرفع مستوى البوتاسيوم في الدم. تناول جزرتين باليوم
يخفض مستوى الكوليسترول بنسبة 20%. يمنع تناول الجزر حصول الجلطات الدموية. يعد مصدرا غنيا بفيتامين ج وفيتامين أ. يحتوي الجزر على كميات مرتفعة من الألياف، والتي تساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم. فوائد عصير البقدونس من الدراسات الطبية: يساعد على تحسين الحالة المزاجية. يساعد عصير البقدونس على التخلص من المشكلات التي تصيب الجهاز التنفسي. يستخدم عصير البقدونس لتقوية الجهاز المناعي والمساعدة على التخلص من أنواع العدوى المختلفة، سواء الفيروسية أو الجرثومية. إن عصير البقدونس يساعد على علاج حالات فقر الدم الأنيميا، وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد. يخفض من الضغط المرتفع. يحتوي البقدونس على البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم مستوى ضغط الدم. يقوم بتسهيل عملية الهضم. ينظم نسبة السكر بالدم. التقليل من نسبة الإصابة بمرض السكري. يساعد على التخلص من الوزن الزائد. يعمل على الحفاظ على صحة الكلى والكبد.